وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع بعض بقى النهارده هنعمل شوية محشي، ونعمل حاجة بسيطة كده، وهفطر ولادي هعمل لهم شوية بليلة كده على ما نبدأ في المحشي. ندعي جميعا للقدس ربنا يفك كربها، والأطفال والناس اللي ماتت دي ربنا يجعلهم ملائكة الجنة يوم القيامة إن شاء الله. وربنا كبير وهو اللي منظم الكون. احنا كل ما يسعنا ان احنا ندعي لهم يا جماعة، كل صلاة ندعي لهم بالرحمة، وندعي ربنا يقف جنبهم. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل به. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. عايزة اوصل لكم ان البركة في البيت مش بالمرتب الكبير، مش بالبيت الارستقراطي، ولا والله بجد البيت بالبركة ورضا ربنا، وان احنا نبقى ماشيين بما كتبه الله من رزق ومن عمر ومن اولاد. ده كله بحسابات ربنا عز وجل. احنا ما علينا غير ان احنا عايشين يومين في الدنيا. البيت بيمشي بالكتير، بيمشي بالقليل بيمشي والله. المهم ان الست والراجل يكون بينهم احترام، ويكون بينهم معاملة حسنة، ان انت تكوني راضية عن النصيب والرزق اللي ربنا كاتبه لك، والزوج اللي ربنا كاتبه لك، والاولاد تربيهم تربية بما كتب الله. تربيهم تربية بالقرآن وبالدين. تعرفي بناتك دينهم ايه، تعرفي اولادك دينهم ايه، واكيد الذرية هتطلع زي ما احنا عايزين. ما طولش معاكم في الكلام. احنا النهارده هنعمل شوية محشي كده، كوكتيل على الماشي، وهنعمل شوية البليلة. على فكرة يا جماعة، بمناسبة المحشي ده، والله احنا زمان كنا ساكنين في حارة شعبية. كان اليوم انا عايزة بس اقولها كمعلومة يعني، والله احنا النهاردة يمكن ما فيش شقة بتعرف الشقة اللي جنبها مين اللي ساكن. وده برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتفرق بين الزمن الجميل وزمننا اللي احنا فيه دلوقتي. احنا زمان لما كنا في المنطقة الشعبية دي، كنت انا يعني كنت لسه بنوتة كده وكنت صغيرة، فكنا في المنطقة محشي الكوكتيل ده بالذات. على فكرة يا جماعة والله كان البيت كله بيجيب نفس الأكلة، والله لك أن تتخيلوا. كنا بنجيب نفس الأكلة، وكنا بنفرش حصيرة كبيرة قوي، أو حصيرتين مثلا 3 في الحارة الشعبية دي. عشت في حارة شعبية جميلة جدا، وكانت يعني نعتبر المنطقة كلها عمامنا ولاد عمامنا، يعني كانت العيلة عامة يعني. وكانت أحلى أيام، كانت أحلى أيام بصراحة، بين الأقارب وصلة الرحم. كنا كلنا جنب بعض. المهم، فكنا نجيب الأكلة دي، كل بيت يجيب نفس الأكلة، نخلص حاجة ده ونخش نقور حاجة ده ونخش، بحيث إن كلنا نعلق على الأكل مع بعض. وبجد كان بيبقى يوم جميل يعني. كان المحشي ده ليه طقوس تانية خالص خالص. طولت عليكم معلش. هو عامة أنا عايزة أوصل لكم بس. هو أنا النهاردة إن شاء الله هبدأ معاكم، هبقى أتكلم معاكم على طول في كل فيديو، وهقرب منكم وتقربوا مني.
والنهارده ان شاء الله كده هنوريكم بس ايه طريقتنا البسيطه في شويه بليله، طريقتنا البسيطه في شويه محشي، ونبقى مع بعضينا برضو ايه نتعرف على بعض، نخش نتعرف على بعض كده ونقرب من بعض شويه. اللهم صل على سيدنا محمد. اهم حاجه ان احنا ان انا اقوم الصبح كست بيت، انا بتكلم عن ست البيت البسيطه العاديه اللي زي اقوم الصبح اصلي صلاتي واقول اذكار ربنا لا اله الا هو، واصلي عن إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا.